السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نفتحوا ملف جديد، ملف كيحبس الانفاس بطبيعه الحال، وفيه معطيات صادمه خرجت للعلن مؤخرا. القضيه كتعلق بحادثه سير ماساويه قلبت حياه جوج ديال الناس. بطبيعه الحال كتعرفوا ان القضيه كيداير البوز حاليا في مواقع التواصل، وهي قضيه ساميه الابنه ديال الفنانه نجاة عتابو، والقاتل المشترك فيها هي ساميه ابنه الفنانه كيف ما قلت نجاة عتابو المعروفه على الصعيد الوطني. اليوم كاين مستجدات قويه من داخل كواليس الجلسه الاولى، معطيات كتقول باللي حنا ماشي قدام حادثه عاديه وهذه هي المصيبه الكبيره، بل امام مواجهه حاسمه بين القانون ودموع الضحايا ونفوذ الشخصيات. حتى القضيه ولينا كنسمعوا بانها دايره فلوس. واش فعلا السرعه كانت هي السبب؟ وعلاش المحكمه رفضت الصراحه المؤقت؟ خليكم معايا غادي نحللوا هذه المعطيات نقطه بنقطه. مؤخرا كانت اول جلسه لمحاكمه ساميه، الجو داخل القاعه كان مشحون بزاف. سامية حضرت ومعها الدفاع ديالها، والهدف كان هو الحصول على سراح مؤقت، ولكن الصدمة كانت هي الموقف الصارم ديال عائلات الضحايا، داك الكوبل اللي فقدوا الحياة ديالهم فوق الموتور. المحامية ديال سامية حاولت تقنع المحكمة باللي الحادثة عرضية، ولكن الواقع كان قاصح. عائلة الشاب وعائلة الشابة خرجوا بتصريحات صراحة صعيبة وكتقطع القلب. إخواني يأكدوا فيها باللي مال الدنيا ما يعوضهمش في وليداتهم. هنا المحكمة خدات قرار حاسم، رفض السراح المؤقت وتأجيل الجلسة اليوم 5 في شهر 5. هذا القرار كيعني باللي الملف ثقيل وثقيل بزاف، وباللي القضاء غادي يدقق في أدق التفاصيل. بزاف منكم كيسول وفين نجاة عتابو من هذا الشيء كامل؟ نجاة الأم والفنانة جات مباشرة من بروكسل باش تكون في جنب بنتها، وحسب المعطيات اللي توفرت لنا كانت كاين تحركات وراء الكواليس. نجاة حاولت تستعين ببعض الشخصيات باش يدخلوا خيط ابيض ويقنعوا العائلات ديال الضحايا بالتنازل مقابل تعويضات ماليه او صلح ودي، ولكن الجواب ديال العائلات كان فيه ألفة وكبرياء. رفضوا الصلح جملة وتفصيلا، قالوا لهم لا رغم الإغراءات رغم الأموال الطائلة، وتمسكوا بالحق القانوني. هذا الرفض كيبين باللي الجرح غارق وصعيب بزاف انهم يتقبلوا داكشي اللي وقع لوليداتهم اللي كانوا كيشوفوهم حداهم، وبين ليله وضحاها البنت تحت التراب والولد في المستشفى، وباللي الوجع ديال فقدان ديال الابناء في ريعان الشباب ما كيتشرى ما كيتباع. دابا اخواني اخواتي اجيو نشوفوا شنو قالت ساميه قدام القاضي. ساميه في الجلسه كانت في حاله نفسيه صعيبه، بكات بزاف وحلفت بالقسم باللي هي ما شافتش الموتور. قالت باللي الموتور خرج ليها على غفله وبسرعه وهي ما قدراتش تتفادى الاصطدام. ساميه ركزات في الكلام ديالها باللي حتى لو كانت المحكمة غادية تبرأها فهي نفسيا مأزمة، لأنها شافت الأرواح كتمشي قدام عينيها. السيارة ديالها كانت مدمرة من الجنب، وهذا الشيء كيعطينا صورة على قوة الاصطدام. ولكن واش كلامها كافي؟ هنا فين غادي يدخلوا الشهود. هذه القضية فيها واحد النوع من الغموض بخصوص الشهادات. كاين جوج ديال الفئات ديال الشهود، شهود من طرف سامية كيأكدوا باللي هي ما كانتش غاديه بسرعه خياليه، وباللي الموتور هو اللي فاجأها. والحاله الثانيه هما شهود من طرف الضحايا، هادو كيأكدوا باللي السرعه المفرطه ديال السياره هي اللي كانت السبب في الحادثه المميته. المشكل الكبير هو ان مكان الحادثه ما فيهاش كاميرات توثق اللحظه، وهذا الشيء اللي كيخلي شهاده الزور او شهاده الحق هي الفيصل. وحنا عارفين باللي الشهاده امام القضاء مسؤوليه كبيره، والنتائج ديالها هي اللي غادي تحدد مصير ديال سامية. إخواني أخواتي كمحلل في هذه القضية كاين نقطة أساسية لازم نوقفوا عندها. القانون واضح في حوادث السير اللي فيها الوفاة، واخا سامية كتقول باللي ما شافتش الموتور، إلا أن المعاينة التقنية والمسافة ديال الفرملة هي اللي غادي تقول واش كانت غادية ب 60 ولا 120. السرعة هي العدو اللدود في الطريق. حتى لو كان الموتور دار خطأ، السرعة المفرطة للسيارة كتحول الحادث من بسيط لقاتل. العائلات كيطالبوا بطبيعة الحال بالعدالة وماشي الانتقام. غادي نوافيكم بجميع المستجدات مستقبلا. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.